السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز وخلود. النهارده بقى انا انتهزت طبعا ان انا عند ماما. فدخلت بقى عمرو الاوضه بتاعتي وقلت اطلع ذكرياتي كلها، كل ذكريات السنين الكتير اللي كنت بحب فيها عمرو. وقلت بقى ايه، يعني هو اتفاجئ، الولد اتفاجئ للأسف. وقال ان مراته هبله. بس احنا قلنا ناخد رايكم ونشوف انا هبله ولا لا. وانا عايزه بقى قصه حبي دي تبقى ترند. بصوا بقى، انا هي عايزه اطلع ترند هي كام دلوقتي. سنة؟ 13 سنه، اكتر من 13 سنه وشويه، يعني من سنه 2013 بالظبط. بس انا اعرف، لا مش. لا، من قبل 2013. من 2010. ايام الثورة. تعالوا بقى بينا نشوف الحاجات. انا اقلب لكم الكاميرا وربنا يستر بقى على الفيديو ده. اول حاجه بقى، انا وقتها كنت طبعا هبله جدا وصغيره، يعني انا كان كلي على بعضي في 2010 عندي كام سنه يا جماعه؟ من 13 سنه. وانا عندي دلوقتي 29، يعني كان عندي 16 سنه تقريبا. فعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت بجيب كشاكيل زي دي، او انا ده الوحيد اللي لقيته، بس انا كان في واحد او اتنين كمان. كنت بقى بكتب فيها كل حاجه بتحصل بيني وبين عمرو بقى، لدرجه بقى اول لايك بقى وايه، كنت مشيسه نفسي، كنت كل حاجه تفرحني اكتبها. علشان كان عندي يقين كده من جوايا ان انا هيجي يوم واقول يا انا كنت هبله قوي كده. وكنت بكتب الحاجه بقى بالتواريخ، وفي ورق بينزل من هنا بس مش مشكله، دي هنلمه بعد جوابات. كده. مش عارفه، ممكن. بس الجوابات كنت بديها لك، ما كنتش برميها يعني. ماشي. وبعد كده بقى هنيجي لهذا الفايل العتيق اللي كله حاجات بقى. مش قادره اقول لكم، انا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي اصلا هتطلع بعد كده لاولادي، ولادي هيقعدوا يبصوا يقولوا ايه ده، هي الورق ده كان امتى؟ بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان هو اتفاجئ، بس انا انبسطت جدا جدا. ده ورق كان عمرو بيكتب فيه حاجات ليها علاقه بالشغل بقى والحاجات بتاعته. فدي حاجات يعني ايه، للازمات. ودي كيس مارشميلو كان بيجيبها لي. ماشي. بصوا بقى، كنت بنضفها كده وبشيلها. ودي حاجه كانت تقريبا فيها بيوتي بلندر او حاجه زي كده، ايام لما كان بيشتغل في الميك اب. ودي بالونه، كنت ساعتها جبت واحده كنت عايزه احطها في هديه لعمرو، وبعدين دي باظت فجبت واحده تانية بس خليت دي معايا. وبصوا بقى الحاجات بتاعت الهوز والشوكولاته. انا متهيألي اصلا كفرات الشوكولاته اتغيرت عن دلوقتي. بصوا. ودي بتاعت البالونه على فكره. ودي فاتوره كان حد فينا جايب بيها حاجه. ودي برضو كانت حاجه برضو في سوبر ماركت او حاجه كنا فيها مع بعض. وده برضو ورق كان كاتب فيه حاجات للشغل. ودي بقى كلها حاجات ريسيت قديم بتاع محلات. عايزه اقول لكم ان انا في ريسيت من الحاجات دي وانا بتفرج كده بقول لعمرو على فكره الريسيت ده انت كنت جايب بيه غوايش لطنط وكنا مع بعض. فقال لي انت ازاي فاكره الحاجات دي؟ بصوا كل الحاجات دي ورق اهي. وورق بتاع بنك كان بيسحب فلوس احنا مع بعض. وتذكره سينما من ايام ما كانت ب 20 جنيه يا جماعه. بصوا الحاجات دي لازم تطلع ترند. بصوا التذاكر بتاعت الاتوبيس ايام ما كانت بجنيه وباتنين جنيه، من ايام الزمن المباركي زي ما بس بيسموه. محافظة عليها يعني. اه، عشان حطها في فايل. ودي كانت مره دخلنا شفنا شبكه، فالورقه بتاعت الجرامات بتاعت الذهب والكارت بتاع الذهب. ودي تيكت بتاع التيشيرت كان جايبها قبل كده لعمه الله يرحمه. وده برضو حاجه بتاعت تقريبا كان شنطه كان عمرو جايبها لي، انا فاكراها كويس قوي، ابقى اطلعها لكم مره. وده برضو ريسيت بتاع محلات. ودي مره كنا في بلو نايل اللي في المانيال ولمينا منيوهات قد كده، كان في رمضان. فبرضو الحاجات دي معايا. بصوا بقى، بصوا باكت مناديل بتاع رساله. انا بشيل الحاجات دي ليه؟ قولوا لي انا بشيلها ليه؟ بس هي اي حاجه كده متبقيه من عمرو وهو موجود انا لازم اشيلها على طول. وده كيس ده. بصوا ايام ما المحلات كانت ب2.5. بصوا. والله الحاجات دي انا هزعل لو الفيديو ده ما عداش، انا هزعل. كده طلع لكم فضايح في الاخر ما عديش. وده برضو ريسيت. ودي تذاكر بتاع دار الدفاع الجوي، التاريخ بتاعها 3/11/2015. مم. دي كانت اخر مرة دخلنا فيها، دي كانت قبل اخر قطيعة بيني وبينك، صح؟ اه، لا 2015 دي لا. امال احنا. احنا القطيعة كانت في 8 2019. لا. ايوه.
8. بعد امي صح. 19. ده جواب بس هو انا ما كنتش اديتهوله، كنت غالبا بفضفض ففي كلام يزعل ما اديتهولوش. هقرا لما اروح. وده ورق شوكولاته، ودي برضو فاتوره بتاعت حاجه، ودي برضو بوليسه شحن بتاعت حاجه. وبصوا بقى ده الريسيت بتاع الغواش بتاع الطنط، كانت 24/11/2015 عشان تعرف يا زين ان احنا ما كناش متخاصمين وقتها. دي كانت اول شوكولاته عمرو جابها لي 9/12/2013. بحبك يا مور. انا كاتبها كده. انا كده اكيد. دي ورقه كان فيها رقم حاجه بس انا مش عارفه ايه هي. وده برضو الريسيت بتاع حاجه. وده برضو كان حلق كنت جايباه، كان حرف عين وكنت جايباه. عين عبعال. ودي كروت شحن بتاعته كنت بحوشها. ياه انا كنت باجي اشحن عندكم بس. فاكرين؟ وبص القصيرين دول. استنى يا لهوي. في حاجة تانية هنا كلها بقى تذاكر سينما وحاجات زي كده اهي. نشوف اللي بعده وبعدين نبقى نلم ده بعدين. ده حب يعني. ماشي. دي كان فيها ميدالية كان عمرو جايبها لنا بس اتكسرت فشلت. دي انا كنت جايب لك انتي وماما وريهام وماما. هوريكم التانية السليمة بتاعتها دلوقتي. بتاعت ريهام سليم. بتاعتي انا والله. بس هناخدها برضو يعني. ده مشط بتاع جدتي وكان عمرو اتسرح بيه قبل كده مرة. فخبيناه سيبناه في المهالك ليكون مأمل ولا حاجة. وده جبنا وقتها حاجة من المحل ده. ماشي. وده كان مج كنت جايباه لعمرو، كان جاي معاه الورقة دي بتاع رمضان فشلتها. عندي. ودي بازل كنت عاملاها بس الصورة كانت بشعري بقى خلاص. احنا محجبين جامدين جدا. ايوه. ده اول عيد ميلاد انا عملته لودي، ما كانش معايا فلوس فجبت لها هوز وحطيت لها شمع عليهم. كانوا كام واحده؟ 4. ايه ده انا نتن لا فما كانش معايا فلوس. انا حفظت بقى عليها وحطيت مشبك ازاي. وادي الشمع اللي كان حاطه جواها. هو تقريبا الكلب جوه كان ريهام يعني احنا غالبا. ده جراب بتاع سماعه برضو اشتريناها سوا، انا لسه شايلاه. انا دول عارفهم بقى، دول بتوع تورته كيتي اللي انا كنت اعملها لها ونزلتها لكم على المنتدى. ياه. ودي حاجات بتاعت التورته بس بتاعت التورته اللي بعديها اللي واحنا مخطوبين، اللي هي بتاعت راس سنه. لا بتاع بتاعت راس السنه. شفتوا عشان تعرفوا ان انا كنت بجيب الحاجات بتاعتي من اريزونا ضرب البرابره. ده كان الكيس ده كان فيه تاني فانوس عمرو جابهولي. ماشي. وهنا برفانات. طب ما تسيبيني ادور، انا بحب البرفان ده جدا، جورداني وايت بعشقه، ده حريمي اكيد بس مدمن. انا مدمن برفانات ومنوكير بقى ولازم مراتي تدلعني، فاهمين؟ ايه ده؟ دي بالونه ماتت. بالونه لزقت، كانت البالونات الاولانيه اللي كنت عاملها لي مع السلسله. بصوا ما نطولش عليكم عشان هو الموضوع دي شايله الهدوم اللي لبستها اول مره انا جيت لهم فيها وهي اطفال. وبصوا بقى، لا انا بحب الكريمات. انا كنت الاول لما كنت بقى ايام ميك اب ارتست، قبل ما ابقى ميك اب ارتست كنت شغال في اوريفلام امسكي، كنت بدي فيها كورسات وكده بس فانا كنت ببيع الحاجات دي. وده كان حلق تقريبا. هو ده ايه؟ مش ده بتاعت الحلقه، بتاع الحلق اللي في الشنطه، اللي هو بتاع اللي اديته لكم ما كلمتكوش واحد منه ده. اللي هو بتاع قال اديكي اتي قال اديكي اختك وجريت. الحلق اللي عامل قلق. هو الحلق اللي عامل قلق. بصوا بقى الناس اللي كانت بتستخدم حاجات من اوريفلام لو يفتكروا كريمات الايد دي. هوبا ماشي ده صاحي. الكريم ده كان نازل في عيد الحب يا اما عيد الام، مش يعني هو حاجه كده. دول والليب جلاس ده كان في الماسكارا الرمادي كمان. فيري مي بقى الناس القديمه العتيقه اللي معانا. وده التندر القديم. يعني بصوا حاجات تخلد، فبلاش فضايح اكتر من كده. في بقى ترنجات. بصوا في شاحن تقريبا جبناه مع بعض وباص.
وده كنت مره جايب ترنج ليا وترنج لبابا. انا اللي كنت جايبه لك بتاعك وعجبك. ده الترنج، لا ده بتاع بابا. لا ده بتاعك انت حبيبي. امال بتاع بابا ايه الابيض؟ بتاع الرمادي. انا شفت الميداليه بتاعت ريهام هنا اهو والله بتاعتك. اللي مش عايز يشوف حاجه يا جماعه ما ماشي اهي. لا شياكه بصوا فيها ما شاء الله كده. اتفضلي يا فندم. انا ايدي كلها اتوسخت من انت عايز تاني؟ لا وفيها بقى ايه يعني مقتنيات. وده مره علقتهولي في عيد ميلادي. لا حاجات جميله. الورد بقى اتوسخ خالص. اول بوكيه عمرو جابهولي وانا جبت بقى سوليفون كده من المكتبه ولفيته علشان بس ما يتبهدلش. هو مات لان ده من 2014 2014 6/2014. بنت حافظه. انا ما باليش. وده بوكيه برضو ورد قبل كده جابهولي كان في الفالنتين تقريبا. ماشي ده انا رومانسي جدا. وده بوكيه ورد جابه لماما في عيد الام. بصوا كان في فازه كده من هنا. ياه اهو يا لهوي وانا نسيت. شلته برضو. ماشي في شنط اولاد رجب. اهو ايام ما كان في اولاد رجب برضو. ودي حاجات برضو كانت الكرتونه اللي فيها التورته قبل كده والقعده اللي كان محطوط عليها التورته. شويه حاجات كلها ليها علاقه بالتورت. بصوا يا جماعه هي الحاجات دي انا اشوفها ان هي ما اعرفش وقواعد التورت والبتاع بتاعت بس في ناس بتحب تمشي بذكريات. دول بتاعه التورته بتاعت كيتي كتا كيتي. صحني ليه مش عارفه. ودي المارشميلو والحاجات اللي كنت حاططها لي فيها الورق بتاعها. دي بتاعت تاني اللي هي في تورته كانت فيها مارشميلو والتورته بتاعت كيتي كتا كيتي. ماشي نرجع بقى بعد ده كله. ماشي لاهم حدثين في حياتي قبل كتب الكتاب وهما ايه بقى اللي يبينوا لكم ان انا فعلا صبرت ونلت. ده بوكيه الورد بتاع قرايه الفاتحه ودي علبه الشوكولاته بتاعت قرايه الفاتحه. تاريخ 10/6/2022. شاطره. ماشي وعلى فكره الورد يا ابني احنا من الحاجات اللي مميزه جدا بالنسبه لي ان احنا اشترينا الشبكه بتاعتي يوم 24/6/2023. لو نرجع لبوكيه الورد ده كان 24/6/2014. ماشي ده بوكيه الورد بتاع الخطوبه. انا اللي كنت عامله لها. ودلوقتي هبقى خلصت فيديو الذكريات بتاعي وانا عايزه الفيديو ده يلف اليوتيوب كله. والله انا مش عارفه اقول لك ايه يا لودي. شكرا. لا انا بقول لك شكرا عشان انتي احتفظت بحاجات انا بالنسبه لي يعني اللي مأثر اكتر فيا التذكره شوكولاته كروت شحن. الكشكول انا ما بعرفش. لا كشكول لسه لما اروح انا هفره عشان انا لقيت انتي كاتبه اول كومنت واول لايك وما اعرفش ايه فده لا لازم اقراه جدا. اكيد كل واحد بيفرح ان في حد بيحبه واكيد كل حد بيفرح ان حد كان مهتم بيه. في الفترة دي انا ما كنتش السيء في رواية احدهم. لا انا ما كنتش مش عارف ما كانش لسه حاسس نفس اللي انا حاساه فعادي. بس الحمد لله النصيب يعني الحمد لله. وانا قلت لها قبل كده لو انت نصيبي يا لودي انا هاخدك. فممكن اكون مش زي شباب كتير ايا كان اللي يعني انا ولا كنت بخرج ولا كنت بعمل يعني ما اقولهاش تعالي ننزل بقى من ورا اهلك والكلام ده لا خالص. انا يا جماعه في السنه بتاعت الخطوبه خرجت خروجه واحده يتيمه لوحدي بس في سيتي ستارز. انما غير كده احنا ما مش حته ان انا لا انا هاخدها بقى واخرج بيها ويمسك ايديها. الحاجات دي ما اعرفش مش بتاعتي. فكنت عارف وكنت كل شويه اقول لها كلمه واحده بص يا لودي كل حاجة ليها وقت وكل حاجة لو ربنا كاتبها هتكون أحسن. لو حاجة ربنا كاتبها هتكون أجمل. بس أنا فرحان جدا على فكرة إن أنا أشوف مش حاجات بالنسبة لي أنا واقعة فحد لمها. لا حد اهتم بتفاصيل أنا كنت بنساها هنا مثلا. فمش عارف والله أنا أقول لك شكرا. انا ما بعرفش اقول كلام حلو اصلا يعني ماليش في التلزيق او الكلام الرومانسي زي ما بيتقال. بس ربنا يخليكي ليا
واقدر اساعدك يعني. احاول بقى ايه، طبعا نسيب الحاجات دي عند ريهام و لا، وان شاء الله ان شاء الله كده هنسيب بس عند ريهام عشان احنا شقتنا صغيره. وان شاء الله ان شاء الله اقدر اساعدك، وهيبقى لسه في الفوانيس أنا ما ذكريات تانية. جبتهاش. يعني انا الفوانيس بتاعتي لا، انا ما في جبتهاش. فانوس هناخده معانا بيتنا، ماشي، اللي ده هو انت الاخير. جبتهولي من الخطوبه. انا بس ده في في 3 خطوب. فوانيس قبل كده انا ما طلبتش ان انا اقلب. نسيبهم لريهام تلعب بيهم هي والقطط وكده، بس احنا هناخد فانوسنا الكبير. وان شاء الله ذكرياتك ما تنتهيش على فوانيس او اي حاجه، وربنا يكرم وتكون وعلى في فكره يا ذكريات جماعه اكبر انا عايزه واكتر. اقول لكم على حاجه، ان انا مش ما اكتفيتش بالحاجات دي. انا لغايه دلوقتي واحنا خارجين ممكن اخد منديل مكتوب عليه المكان، واكتب عليه التاريخ، واكتب عليه مثلا حاجه حصلت في الخروجه. ممكن اشيل كيس بتاع حاجه معينه. ممكن يعني احتفظ باي حاجه، لان الحاجات دي بتعمل لي انا ذكريات حلوه. اعملوا ذكريات حلوه لما تشوفوها تنبسطوا، وبعدين تبقى توروها لاولادكم بقى، ولاد ولادكم بقى، والناس تقعد تتريق عليكم. على بال ما اولادنا يكبروا مش هيبقى فيه اصلا حب ولا حاجه، فيقعدوا يقولوا ايه الهبل اللي ماما كانت بتعمله ده. لا والله ربنا يخليك ليا، وبامانه انا الفيديو حلو وانا باين على صوتي، بس عشان لسه واخد حقنه فالدنيا معايا مش اظبط حاجه. بالله عليكم يا جماعه ادعوا لي، انا موضوع الاعصاب ده تعبني جدا. يعني انا شكلي هغير، يعني هروح لدكتور تاني، بس انا فاضل لي الاسبوع اللي جاي حقنه واحده، وهشوف دكتور تاني يكتب لي دواء تاني. ومش عارفه اقول لك حاجه يا لودي الصراحه، يعني انا بغروش على الكلام، فبامانه شكرا جدا. وربنا يعني يكرمنا في حياتنا، ويكون في ذكريات بقى يعني اكتر وتعيش اكتر. ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم ان انتوا كملتوا معانا الفيديو، ولو الفيديو عجبكم مش هقول لكم الفيديو ده يوصل مش هقول لكم لايكات، ماليش مش دعوة. هقول لكم والله اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، بس حاولوا تشوفوا. بس هي لودي بتوصل مسج كده، هي مش باينه على حاجه مش موجوده دلوقتي. يعني انا بامانه والله والله العظيم، انا اول ما شفت الحاجات دي اتخنقت شويه، وقلت لها لا لودي شيلي الحاجه وما اعرفش ايه. انا لقيت تواريخ انا كنت لسه ساعتها مش فاكر انا بعمل ايه. بس خليكم عارفين ان انتوا ممكن اي حاجه لايا كان من الشخص اللي قدامكم، انتوا ما تعرفوش ان انتوا هيبقى ده خطيبكم، جوزكم، مراتكم، ايا كان. الحاجات الصغيره اللي بتفرق، او الجمل اللي كانت بتتقال، ممكن اكون قليل الذوق جدا كنت معاها. وبامانه ده اللي مزعلني ان انا بس على فكره اكيد انا كنت شايفه حاجه مخلياني عندي امل. انا يعني انا برضو دماغي اكبر كانت من سني شويه، فاكيد انا شايفه حاجه مطمناني او حاجه مدياني امل. فاهم، بس غير لو ده انا اعرف كله كده ان انا وانا صغيره ما كنتش اعرف قيمه الكلام اللي عمرو كان بيقولوا لي زمان. اللي هو كل حاجه ليها وقتها ولا احنا ما ينفعش ان احنا ننزل مع بعض غير بعد الخطوبه، ما ينفعش ما اعرفش ايه غير بعد الخطوبه. فكان كل حاجه فعلا في وقتها احلى. بس انا كان كل اللي عليا ان انا عندي امل وعندي يقين من جوايا ان انا الحاجه دي هتحصل، وكنت بدعي ربنا بس مش اكتر. فطول ما انت لاقيه الشخص بيتقي الله فيكي خلاص، انت اطمني وكملي ودوسي، ان شاء الله تقعدي 20 سنه قدام. انت بدل انت واثقه في اللي قدامك خلاص مفيش مشكله. بس ما تضيعيش عمرك مع حد يضحك عليكي يقول لك كلمتين وخلاص، وتقعدي بقى انت مبسوطه بالكلمتين. الكلمتين دول يا جماعه هيجي لهم وقت ويروحوا، لكن اللي بيقعد الحاجه الحلوه، التصرف الحلو فعلا. بس وعايز الناس اللي بتيجي بتفكر في حاجه ايا كان هتراعوا ضميركم كل حاجه، بس حسسوا على كلامكم شويه. يعني انا نفسي شفتك انا اتضايقت، لسه ما قريتش بقيه الكلام مش هكدب عليكي، بس انا كنت جلنف لان انا عندي سكت. هي بجاحه مش صراحه، بس اللي انا عايز اقوله لاي حد تاني، ما يعني انا بعرف اكبر الخواطر حلوه قوي، بس الا في اللي هي ب كاف دي انا لازم تطلع. فعامة الكلمة الحلوة ما بتتنسيش، لان اكيد النوتس الكبيرة دي لما انا هروح واقعد اقراها اكيد هلاقي برضو يعني ربنا يستر ربنا يستر، وهبقى اطمنكم في اي لايف عملنا فيها ايه. شكرا يا لودي، مش عارف اقول لك اكتر من كده. يلا هقول لكم بس السلام عليكم، وربنا يرزقكم بناس تحبكم علشانكم بس مش اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.